بتبدأ حلقتنا بعد ما كريس ضحك على الممثل الصامت فريد أبو ميلان وخد مكانه في المسرحية. بيستغل غضبه ده هوكموس وبيبعت له الأكومة تسيطر عليه وبيخلي كل اللي بيمثله حقيقة، وبيهجم على عربية الشرطة وبيقلبها، وبتوصل الدعسوقة وبتحاول توقفه لكنه بيهجم عليها بأسهم وأسلحة مش متشافة. وبيوصل أدريان وبيكون في العربية وبيشوف اللي بيحصل، وبينزل يتحول للقط الأسود بسرعة وبيساعد الدعسوقة وبيحاولوا يوقفوه، لكن فريد بيفضل يرمي عليهم قنابل وأسهم كتيرة جدا وبيعمل حاجز قدامهم وبيعمل عربية وبياخدها وبيجري، وبتجري الدعسوقة والقط الأسود وراه وبينطوا على العربية اللي مش متشافة أصلا، وبينزل منها فريد وبيعمل موتوسيكل وبيسيبهم وبيجري، وبيطلعوا يروحوا على الأتوبيس اللي مستهدفه فريد. وبتنزل الدعسوقة تحذر الممثلين إنهم ما يخرجوش من الأتوبيس، والقط الأسود بيتصدى للأسهم اللي بيرميها فريد، لكن في سهم منهم بيجي في عجلة الأتوبيس وكان هيتقلب، لكن القط الأسود بينزل بسرعة وبيوقف الأتوبيس بالعصاية اللي معاه. وبتبدأ معركة بين فريد والقط الأسود وكان هياخد منه الخاتم، لكن الدعسوقة بتطلع وبترمي اليويو على ايد فريد وبتشده بعيد وبيرمي عليهم كرة عملاقة وبتوقعهم، فبتستخدم الدعسوقة تعويذة الحظ اللي بتنزل لها علبة وبتطلب من القط الأسود إنه يعصبه أكتر، وبتستخدم العلبة دي وبتعمل جهاز عرض وبتعرض صورة المسرحية على برج إيفل، وبيتعصب فريد جدا وبيطلع يدمر البرج، لكنه بيتصدم لما بيلاقي البرج بيقع عليهم وبيقف تحتيه عشان يسنده. في الوقت ده بياخد القط الأسود البورنيتا منه اللي فيها الأكومة وبيديها للدعسوقة اللي بتقطع الصورة اللي فيها الأكومة، وبتخرج الأكومة وبتزيل منها الشر وبترجع كل حاجة لطبيعتها، وبيفرحوا جدا بانتصارهم سوا. وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا أحلى الحلوين، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير. سلام.